عادتنا جوه النادي الاهلي سواء مشجعين او لاعبين او اداريين ان الموضوع بيبقى وليد ساعة واحدة بس، وبعد كده الامور بتنتهي تماما. ولو انت مش فاهم كلامي احب اكلمك عن ماتش الاهلي والزمالك واللي الاهلي خسره بنتيجة 2-1، وان الموضوع ده بالنسبة لنا انتهى تماما واتقفلت الصفحة بتاعته، واحنا حاليا بنتوجه بالانظار بتاعتنا اتجاه مباراة مازيمبي. بس يبقى في كده ناس بتتكلم بتلفيق وبكذب كده وسط الكلام، فاحنا طالعين نرد عليهم بما اننا درع وسيف للنادي الاهلي على قد ما نقدر يعني. وبسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على اشرف فيا وفيك. والنهارده بس انا فرحان علشان كل المساعدات الغذائيه وصلت لجميع انحاء غزه، وان شاء الله النصر عن قريب ان شاء الله لاخواتنا في فلسطين على اعدائهم. ربنا يثبتهم ان شاء الله وينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وخلينا بقى نتكلم في حلقه النهارده عن شويه تلفيق وكذب حاصل اليومين دول. ولو اني ما كنتش عايز اتكلم على ماتش الاهلي والزمالك تاني او ما بعد ماتش الاهلي والزمالك علشان الموضوع مش مستاهل، واحنا عندنا ماتش مهم جدا في نص نهائي دوري ابطال افريقيا قدام فريق تقيل زي مازيمبي الكونغولي. سؤال صغير كده انا حابب ان انا اساله، هو مرتضى منصور بعث من جديد؟ دلوقتي في حاجه على الساحه غريبه جدا من واحد اسمه احمد سليمان. احمد سليمان موجود في مجلس الاداره الحالي اللي موجود في نادي الزمالك. احمد سليمان من الناس اللي انا كنت بحترمها جدا في الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي كان موجود في وقت حسن شحاته، لكن لما يطلع يدلس ويتكلم بالمنظر اللي طلع واتكلم بيه النهارده على حسابه الرسمي على منصه الفيسبوك، فلازم نطلع ونرد ونتكلم على كل كلمه الراجل ده قالها. مبدئيا كده في بوست اولاني طلع بيه النهارده وقال فيه لم نفسك يا اسامه يا شيخ. واسامه الشيخ اللي ما يعرفوش هو واحد من المسؤولين جوه قناه اون تايم سبورت، وكمل كلامه وقال لك مش كفايه علينا توفيق السيد وكمان شوبير. طبعا شوبير من بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك وهو بيحاول ان هو يجيب تصريحات من هنا على تصريحات من هنا، على خبير تحكيمي من هنا، على محلل فني من هنا. الراجل بيشوف شغله كاعلامي، الموضوع عادي جدا. المهم ان احمد سليمان كمل الكلام بتاعه وقال لك انتوا ازاي عايزين تبقوا اوصياء على نادي الزمالك وانتوا كلكم على بعضكم كده مغرضين؟ ايه مصلحه الاعلامي اللي رايح يجيب محلل تحكيمي، قصده على شوبير يعني لما جاب توفيق السيد، فايه مصلحته الاعلامي ده انه يروح يجيب محلل تحكيمي علشان يتكلم على ضربه الجزاء اذا كانت صحيحه ولا لا، بالرغم من ان الدنيا كلها قالت صحيحه؟ بص مبدئيا كده يا احمد يا سليمان، يخرب بيت ده فوز انتوا فلقتوا دماغنا بيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا ما شفتش ولا خبير تحكيمي اتكلم عن ضربه جزاء نادي الزمالك اللي ما اتحسبتش من جانب ابراهيم نور الدين بعد العوده للفار ان هي ضربه جزاء صحيحه. مفيش ولا خبير تحكيمي اتكلم على النقطه دي نهائيا، ومحدش قال ان هي كان المفروض يتم احتسابها من جانب ابراهيم نور الدين كضربه جزاء صحيحه. الراجل رجع للفار وفعلا قراره كان سليم ان هي مش ضربه جزاء على الاطلاق، لان رامي ربيعه وقتها كان لامس الكوره قبل المهاجم بتاع نادي الزمالك، واعتقد كان وقتها كان سيف الجزيري تقريبا. وبعدين كمل كلامه وقال انتوا كلكم بتشككوا في الهدف الثاني بتاع نادي الزمالك. معلش هو حلال ليك وحرام لينا؟ ما انتوا بتشككوا في الهدف الاولاني بتاع امام عاشور في نهائي كاس مصر وبتقولوا ان هو هدف اوفسايد وان الكاس ده حرام على الاهلي، ولا هو يبقى حلال ليكوا وحرام لينا؟ مبدئيا كده انا كنت بتكلم قبل كده وشايف ان هدف الجزيري اللي هو الهدف الثاني هو هدف صحيح، ولكن بعد شويه تمعين كده في النظر اكتشفت ان فعلا الهدف غير صحيح على الاطلاق، لان الهدف المفروض فاول صحيح للنادي الاهلي وما يتمش احتسابه تماما هدف لنادي الزمالك. وكان المفروض الحكم بتاع الفار يستدعي الحكم ابراهيم نور الدين علشان يبص في الكوره من جديد، لان ابراهيم نور الدين ما كانش شايف الموضوع تماما وكان في كذا لاعب قدام ابراهيم نور الدين، فاللعبه بالنسبه له ما كانتش واضحه. فهنا اللوم يقع على الحكم محمد عادل اللي كان قاعد في غرفه الفار وما تمش استدعاء الحكم بتاع الساحه الا وهو ابراهيم نور الدين. فمعلش يعني مش هيبقى حلال ليكوا ان انتوا تتكلموا على الاهداف اللي احنا بنجيبها وهي اهداف صحيحه، واحنا ما نتكلمش على الاهداف اللي انتوا بتجيبوها وهي اهداف خاطئه برضه. ما يبقاش حلال ليك وحرام ليا، ما تكيلش بمكيالين. وللعلم يا احمد يا سليمان مفيش حد قال ان الهدف بتاع امام عاشور في نهائي كاس مصر اللي اتلعب في السعوديه ان هو هدف تسلل وهدف غير صحيح الا انتوا اللي بتتكلموا في النقطه دي. انتوا اللي دايما تدلسوا وتتكلموا يمين وتتكلموا شمال على اساس ان انتوا تطلعوا ببطوله وهميه تحطوها في الدولاب بتاع بطولاتكم اللي اساسا مطرب من قله البطولات.
سيبك بقى كده من احمد سليمان وتعالى نروح على كلام ممدوح عباس اللي طلع ورد على احمد سليمان، بس عباره كده عن كلام كله كده ايه، لوغاريتمات وكلام مش موجه بشكل رسمي. هو الراجل طلع واتكلم في بوست عنده وقال لك ان الاعلام الرياضي الحالي بيشيد بنادي الزمالك في ثوبه الجديد، ولكن اللي بيعكر صفو تلك الاجواء ان في ناس من جوه نادي الزمالك بتطلع قاذفه الاقلام اللي بتتكلم عن نادي الزمالك، وان الردود اللي بتطلع من جانب الاشخاص اللي جوه نادي الزمالك ده بترد على الاعلام بالاساءه، وده شيء مش مقبول تماما جوه نادي الزمالك. واللي بيعملها ده يا اما يبطل اللي هو بيعمله ويلتزم بسياسات نادي الزمالك، يا اما يرحل عن نادي الزمالك ويسيبه زي ما هو كده احنا بنديره. ده معنى الكلام وملخصه كده من على الوش. ممدوح عباس حاليا ملهوش اي صفه جوه نادي الزمالك، ولكن في صفحات زملكاويه زي ما انت شايف كده اتكلموا وقال لك ان مرتضى منصور هو اقل بكتير جدا 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 من الاسلوب اللي بيتعامل بيه ممدوح عباس مع نادي الزمالك. مع ان الصفحات دي انا مستغرب هي بترد ليه. ما تخلي يا سيدي احمد سليمان اللي قاعد على النت من اول اليوم وعمال يرد وقيل وقال، ما تخليه هو اللي يرد. قال لك من الراجل اللي اسمه ممدوح عباس ده مقضيها صرف على النادي، فمجلس اداره نادي الزمالك مش عايز يوقف الصرف ده. انا ما كنتش عايز اتكلم من جديد على مباراه الاهلي والزمالك وتوابعها، وكل تركيزي الحالي عن كيف يواجه الاهلي مازيمبي الكونغولي. وان شاء الله الحلقه دي تكون موجوده بكره ومتوفره على قناتنا على اليوتيوب وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. لكن لما انت تفكر تتكلم وتدلس على النادي الاهلي وتقول كلام يمين وشمال عن النادي الاهلي او اي شيء يخص النادي الاهلي، هتلاقي جماهيره درع وسيف واقفه قدامك في اي كلمه انت بتقولها. صديقي لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، وخبطنا اللايك كلمتين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اما لو انت بتتابعنا على الفيسبوك ما تنساش برضو زرار الفولو وزرار اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.